السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطبقة الأولى من العرب، وهم العرب العاربة، وذكر نسبهم والإلمام بملكهم ودويهم على الجملة. هذه الأمة أقدم الأمم من بعد قوم نوح، وأعظمهم قدرة وأشدهم قوة وآثارا في الأرض، وأول أجيال العرب من الخليقة فيما سمعناه، لأن أخبار القرون الماضية من قبلهم يمتنع اطلاعنا عليها لتطاول الأحقاب ودروسها، إلا ما يقصه علينا الكتاب ويؤثر عن الأنبياء بوحي الله إليهم. وما سوى ذلك من الأخبار الأزلية فمنقطع الإسناد، ولذلك كان المعتمد عند الإثبات في أخبارهم ما تنطق به آيات القرآن في قصص الأنبياء الأقدمين، أو ما ينقله زعماء المفسرين في تفسيرها من أخبارهم وذكر دولهم وحروبهم، ينقلون ذلك عن السلف من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة أو سمعوه ممن هاجر إلى الإسلام من أحبار اليهود وعلمائهم أهل التوراة، أقدم الصحف المنزلة فيما علمناه. وما سوى ذلك من حطام المفسرين وأساطير القصص وكتب بدء الخليقة فلا نعول على شيء منه، وإن وجد لمشاهير العلماء تأليف مثل كتاب الياقوتية للطبري والبدء للكسائي، فإنما نحوا فيه منح القصاص وجروا على أساليبهم، ولم يلتزموا فيها الصحة ولا ضمنوا لنا الوثوق بها، فلا ينبغي التعويل عليها وتترك وشأنها. وأخبار هذا الجيل من العرب وإن لم يقع لها ذكر في التوراة، إلا أن بني إسرائيل من بين أهل الكتاب أقرب إليهم عصرا وأوعى لأخبارهم، فلذلك يعتمد نقل المهاجرة منهم لأخبار هذا الجيل. ثم إن هذه الأمم على ما تقل كان لهم ملوك ودول، فملكوا جزيرة العرب، وهي الأرض التي أحاط بها بحر الهند من جنوبها، وخليج الحبش من غربها، وخليج فارس من شرقها، وفيها اليمن والحجاز والشحر وحضرموت، وامتد ملكهم فيها إلى الشام ومصر في شعوب منهم على ما نذكر. ويقال إنهم انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام، فسكنوا جزيرة العرب بادية مخيمين، ثم كان لكل فرقة منهم ملوك وآطام حسب ما نذكره، إلى أن غلب عليهم يعرب بن قحطان. وهؤلاء العرب العاربة شعوب كثيرة منهم، عاد وثمود وطصم وجديس والعمالقة وأميم وعبل وعبد ضخم وجرهم وحضرموت وحضورة والسلفات. وسمي أهل هذا الجيل العرب العاربة إما بمعنى الرساخة في العروبية كما يقال ليل أليل وصوم صائم، أو بمعنى الفاعل للعروبية والمبتدعة لها بما كانت أول أجيالها. وقد تسمى البائدة أيضا بمعنى الهالكة، لأنه لم يبق على وجه الأرض أحد من نسلهم. فأما عاد فهم بنو عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام، فكانت مواطنهم الأولى بأحقاف الرمل من اليمن بين اليمن وعمان إلى حضرموت والشحر. وكان أبوهم عاد فيما يقال أول من ملك من العرب، وطال عمره وكثر ولده، وفي التواريخ أنه ولد له 4000 ولد ذكر لصلبه، وتزوج 1000 امرأة، وعاش 1000 سنة و200 سنة. قال البيهقي: عاش عاد 300 سنة، وملك بعده بنوه الثلاثة، شديد وبعده شداد وبعده إرم. وذكر المسعودي أن الذي ملك بعد عاد وشديد شداد بن عاد، منهم هو الذي سار في الممالك واستولى على كثير من بلاد الشام والهند والعراق. وقال الزمخشري إن شداد بن عاد هو الذي بنى مدينة إرم في صحارى عدن وشيدها بصخور الذهب وأساطين الياقوت والزبرجد يحاكي بها الجنة لما سمع وصفها طغيانا منه وعتوا. ويقال إن باني إرم هذه هو إرم ابن عاد. وذكر ابن سعيد عن البيهقي إن باني إرم هذه هو إرم ابن شداد ابن عاد. والصحيح أنه ليس هناك مدينة اسمها إرم، وإنما هذا من خرافات القصاص، وإنما ينقله ضعفاء المفسرين. وإرم المذكورة في قوله تعالى إرم ذات العمادة القبيلة ملوك عاد المذكورون هنا هم عاد الثانية، وأشهرهم شداد بن عاد، وهو كما في كتاب الإكليل للهمداني: شداد بن عاد ابن الملطاط ابن السكساك ابن وائل بن حمير بن سبأ عبد شمس، وهو الذي سار من اليمن في عسكر كثيف إلى العراق ومشارقها والشام وغيرها. صاد 183 جه الإكليل.
وكان والده الملك عاد شمس عاد من عظماء الملوك، وعاصر حمورابي ملك بابل 1792 إلى 1749 قاف مين. يتفق أغلب العلماء والمؤرخين والمفسرين الأوائل على أن الملك شداد بن عاد هو الذي بنى مدينة إرم ذات العماد، وقد ذكر ذلك ابن خلدون في المقدمة صاد 14، ومعظم كتب التاريخ. القول بأن إرم اسم القبيلة لا البلد هو أحد قولين ذهب إليهما بعض المفسرين بسبب الظن بأن عاد أصحاب إرم ذات العماد هم قبيلة عاد الأولى بالأحقاف. وقد ذكر المؤرخ نشوان بن سعيد الحميري في كتاب شمس العلوم ذلك القول كما يلي: وقيل إرم اسم القبيلة، ومعنى ذات العماد أي ذات عمود لا يقيمون بل ينتجعون في طلب الكلاه. صاد 2 منتخب شمس العلوم، وهو تفسير يتناسب مع واقع قبيلة عاد الأولى بالأحقاف في الزمن الأقدم، حيث كانوا يعيشون حياة الرعي وتربية الماشية. أما القول والتفسير الصحيح فقد ذكره نشوان الحميري كما يلي: إرم مدينة عظيمة، وهي بتيه أبين باليمن، وكان بها من أعمدة البناء ما ليس في غيرها. انتهى. وكذلك ما نقله ابن خلدون في المقدمة عن عدد من العلماء والمفسرين الأوائل بأن مدينة إرم ذات العماد مدينة عظيمة، قصورها من الذهب وأساطينها من الزبرجد والياقوت، بناها الملك شداد بن عاد في صحارى عدن أبين، وأن العماد هي الأساطين. صاد 14 مقدمة ابن خلدون. فكان في عصر عاد الثانية، وهم ملوك اليمن من بني شمس عاد بن الملطاط ابن السكساك ابن وائل بن حمير بن سبأ عبد شمس، وامتد سلطانهم إلى الشام وغيرها. وكانت مدينة إرم عاصمة اليمن في عصرهم، وكان موقعها في تيه عدن أبين وصحارى عدن حاليا. ويدل كلام ابن خلدون في المقدمة أنه إنما أنكر قول بعض المفسرين والقصاصين أنها ما تزال موجودة كما هي، حيث قال: لو قالوا. وذكر المسعودي أن ملك عاط كان 300 سنة، وأن الذي ملك بعده ابنه عاد، وإن جيرون بن سعد بن عاد كان من ملوكهم، وأنه الذي اختط دمشق ومصرها، وجمع عمد الرخام والمرمر إليها، وسماها إرمة. ومن أبواب مدينة دمشق إلى هذا العهد باب جيرون، وذكره الشعراء في معاهدها. قال الشاعر: النخل فالقصر فالحماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيرون. وهذا البيت في الصوت الأول من كتاب الأغاني. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق جيرون ويزيد أخوان، هما ابن سعد بن لقمان بن عاد، وبهما عرف باب جيرون ونهر يزيد بدمشق. والصحيح أن باب جيرون إنما سمي باسم مولى من موالي سليمان عليه السلام في دولة بني إسرائيل، اسمه جيرون، كان ظاهرا في دولتهم. وذكر ابن سعيد في أخبار القبط أن شداد بن بداد بن هداد بن شداد بن عاد حارب بعضا من القبط، وغلب على أسافل مصر، ونزل الإسكندرية، وبنى بها حينئذ مدينة مذكورة في التوراة يقال لها ثم هلك في حروبهم. وجمع القبط إخوتهم من البربر والسودان، وأخرجوا العرب من مصر. ثم لما اتصل ملك عاد وعظم طغيانهم وعتوهم، انتحلوا عبادة الأصنام والأوثان من الحجارة والخشب، ويقال إن ذلك لانتحالهم دين الصابئة. فبعث الله إليهم أخاهم هودا، وهو فيما ذكر المسعودي والطبري هود بن عبد الله بن رباح ابن الخلود بن عاد. وفي كتاب البدء لابن حبيب هود بن عبد الله ابن رباح ابن حرب بن عاد. وبعضهم يقول هود بن عابر بن شالخ بن أرفخشد. فوعظهم النبي هود، وكان ملوكهم لعهده الخلجان ولقمان بن عاد بن عاد ابن صدى بن عاد. فآمن لقمان وقومه، وكفر الخلجان، وامتنع هود بعشيرته من عاد. وحبس الله عنهم المطر 3 سنين، وبعثوا الوفود من قومهم إلى مكة يستسقون لهم. وكان في الوفد على ما قاله الطبري نعيم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن صدى بن عاد، أو قيل بن عنز منهم،
وحلقمة بن الخسري، ومرثد بن سعد بن عنز، وكان ممن آمن بهود واتبعه. وكان بمكة من عاد هؤلاء معاوية بن بكر وقومه، وكانت هزيلة أخت معاوية عند نعيم بن هزال، وولدت له عبيدا وعمرا وعامرا. فلما وصل الوفد إلى مكة مروا بمعاوية بن بكر وابنه بكر، ونزل الوفد عليه، ثم تبعهم لقمان بن عاد، وأقاموا عند معاوية وقومه شهرا لما بينهم من الخؤولة، ومكثوا يشربون، وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية بن بكر وابنه بكر، ثم غنتاهما شعرا تذكرهم بأمرهم، فانبعثوا ومضوا إلى الاستسقاء. وتخلف عنهم لقمان بن عاد ومرثد بن سعد، فدعوا في استسقائهم وتضرعوا، وأنشأ الله السحب، ونودي بهم أن اختاروا، فاختاروا سوداء من السحب، وأنذروا بعذابها، فمضت إلى قومهم وهلكوا كما قضه القرآن. وفي خبر الطبري أن الوفد لما رجعوا إلى معاوية بن بكر لقيهم خبر مهلك قومهم هنالك، وأن هودا بساحل البحر، وأن الخلجان ملكهم قد هلك بالريح في من هلك، وأن الريح كانت تدخل تحت الرحل فتحمله حتى تقطع في الجبال وتقلع الشجر وترفع البيوت حتى هلكوا أجمعون. انتهى كلام الطبري. ثم ملك لقمان ورهطه من قوم عاد، واتصل لهم الملك فيما يقال 1000 سنة أو يزيد، وانتقل ملكه إلى ولده لقمان. وذكر البخاري في تاريخه أن الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا هو الملك هدد بن بدد بن الخلجان بن عاد بن رقيم بن عابر بن عاد الأكبر، وأن المدينة بساحل برقة. انتهى. ولم يزل ملكهم متصلا إلى أن غلبهم عليه يعرب بن قحطان، واعتصلوا بجبال حضرموت إلى أن انقرضوا. وقال صاحب الزجار إن ملكهم عاد بن رقيم بن عابر بن عاد الأكبر هو الذي حارب يعرب بن قحطان، وكان كافرا يعبد القمر، وإنه كان على عهد نوح. وهذا بعيد، لأن بعثة هود كانت عند استفحال دولتهم أو عند مبتدئها، وغلب يعرب كان عند انقراضها. وكذلك هدد الذي ذكر البخاري أنه ملك برقة إنما هو حافد الخلجان الذي اعتصم آخرهم بجبل حضرموت، وخبر البخاري مقدم. وقال علي بن عبد العزيز الجرجاني: وكان من ملوك عاد الملك يعمر بن شداد، والملك عبد أبهر بن معد يكرب بن شمد بن شداد بن عاد، والملك حناد بن مياد بن شمد بن شداد، وملوك آخرون أبادهم الله، والبقاء لله وحده. فأما عبيل 12 وهم إخوان عاد بن عوص فيما قاله الكلبي، وإخوان عوص بن إرم فيما قاله الطبري، وكانت ديارهم بالحجفة بين مكة والمدينة، وأهلكهم السيل. وكان الذي اختط يثرب منهم، هكذا قال المسعودي، وقال هو يثرب بن مهلايل بن عوص بن عبيل. وقال السهيلي إن الذي اختط يثرب من العماليق، وهو يثرب بن مهلايال بن عوص بن عماليق. وأما عبد ضخم بن إرم فقال الطبري كانوا يسكنون الطائف، وهلكوا في من هلك من ذلك الجيل. وقال غيره أنهم أول من كتب بالخط العربي. وأما ثمود وهم بنو ثمود بن كاثر بن إرم بن عادم، فكانت ديارهم بالحجر ووادي القرى فيما بين الحجاز والشام، وكانوا ينحتون بيوتهم في الجبال، ويقال لأن أعمارهم كانت تطول، فيأتي البلاء والخراب على بيوتهم، فنحتوها لذلك في الصخر، وهي لهذا العهد، وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ونهي عن دخولها كما في الصحيح، وفيه إشارة إلى أنها بيوت ثمود أهل ذلك الجيل. ويشهد ذلك ببطلان ما يذهب إليه القصاص، ووقع مثله للمسعودي من أن أهل تلك الأجيال كانت أجسامهم مفرطة في الطول والعظم. وهذه البيوت المشاهدة المنسوبة إليهم بكلام الصادق صلوات الله عليه تشهد بأنهم في طولهم وعظم حجراتهم مثلنا سواء، فلا أقدم من عاد وأهل أجيالهم فيما بلغن. ويقال إن أول ملوكهم كان عابر بن أرم بن ثمود بن كاثر بن أرم، ملك عليهم 200 سنة. ثم كان من بعده جندع بن عمرو بن الدبيل بن أرم بن ثمود بن كاثر بن أرم، ويقال ملك نحوا من 300 سنة. وفي أيامه كانت بعثة صالح عليه السلام، وهو صالح بن عبيل بن آسف بن شالخ بن عبيل بن كاثر بن ثمود.
وكانوا أهل كفر وبغي وعبادة أوثان، فدعاهم صالح إلى دين التوحيد. قال الطبري: فلما جاءهم بذلك كفروا وطلبوا الآيات، فخرج بهم إلى هضبة من الأرض فتمخضت عن الناقة، ونهاهم أن يتعرضوا لها بعقر أو هلكة، وأخبرهم مع ذلك أنهم عاقرونها ولا بد، ورأس عليهم قدار بن سالف. وكان صالح وصف لهم عاقر الناقة بصفة قدار هذا، ولما طال النذير عليهم من صالح سئموه وهموا بقتله، وكان يأوي إلى مسجد خارج ملاهيهم، فكمن له رهط منهم تحت صخرة في طريقه ليقتلوه، فانطبقت عليهم وهلكوا وحنقوا ومضوا إلى الناقة، ورماها قدار بسهم في ضرعها وقتلها، ولجأ فصيلها إلى الجبل فلم يدركوه. وأقبل صالح وقد تخوف عليهم العذاب، فلما رآه الفصيل أقبل إليه ورغى 3 رغاءات، فأنذرهم صالح 3، وفي صبح الرابعة صعقوا بصيحة من السماء تقطعت بها قلوبهم، فأصبحوا جاثمين وهلكوا جميعهم حيث كانوا من الأرض، إلا رجلا كان في الحرم منعه الله من العذاب. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال. ويقال إن صالحا أقام 20 سنة ينذرهم، وتوفي ابن 58 سنة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في غزوة تبوك بقرى ثمد، فنهى عن استعمال مياههم، وقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون أن يصيبكم ما أصابهم. انتهى كلام الطبري. وقال الجرجاني: كان من ملوكهم دوبان بن يمنع ملك الإسكندرية، ومهب بن مرة ابن رحيب، وكان عظيم الملك، وأخوه هو بويل بن مرة كذلك. وفيما ذكره المفسرون أنهم أول من نحت الجبال والصخور، وأنهم بنوا 1700 مدينة، وفي هذا ما فيه، ثم ذهبوا بما كسبوا ودرجوا في الغابرين وهلكوا. ويقال إن من بقاياهم أهل الرس الذين كان نبيهم حنظلة بن صفوان، وليس ذلك بصحيح، وأهل الرس هم حضور، ويأتي ذكرهم في بني فالغ ابن عابر. وكذلك يزعم بعض النسابة إن ثقيفا من بقايا ثمود هؤلاء، وهو مردود. وكان الحجاج بن يوسف إذا سمع ذلك يقول: كذبوا. وقال: والله جل من قائل يقول: وثمود فما أبقى، أي أهلكهم فما أبقى أحدا منهم. وأهل التوراة لا يعرفون شيئا من أخبار عاد ولا ثمود، لأنهم لم يقع لهم ذكر في التوراة ولا لهود ولا لصالح عليهما السلام، بل ولا لأحد من العرب العاربة، لأن سياق الأخبار في التوراة عن أولئك الأمم إنما هو لمن كان في عمود النسب ما بين موسى وآدم صلوات الله عليهم، وليس لأحد من آباء هؤلاء الأجيال ذكر في عمود ذلك النسب، فلم يذكروا فيها. وأما جديس وطصم فعند ابن الكلبي إن جديسا لأرم بن سام، وديارهم اليمامة، وهم إخوان لثمود بن كاثر، ولذلك ذكرهم بعدهم. وإن طصم للاوذ بن سام، وديارهم بالبحرين. وعند الطبري أنهما معا للاوذ، وديارهم باليمامة، ولهذين الاثنين خبر مشهور ينبغي سياقه عند ذكرهم. قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي بسنده إلى ابن إسحاق وغيره من علماء العرب إن طصما وجديسا كانوا من ساكني اليمامة، وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيرا وثمارا وحدائق وقصور. وكان ملك طصم غشوما لا ينهاه شيء عن هواه، ويقال له عملوق. وكان مصر الجديس مستذلا لهم، حتى كانت البكر من جديس لا تهدى إلى زوجها حتى تدخل عليه فيفترعها. وكان السبب في ذلك أن امرأة منهم كان اسمها هزيلة طلقها زوجها وأخذ ولده منها، فأمر عملوق ببيعها، وأخذ زوجها الخمس من ثمنها، فقالت شعرا تتظلم منه، فأمر ألا تزوج منهم امرأة حتى يفترعها، فأقاموا كذلك حتى تزوجت الشموس، وهي عفيرة ابنة غفار ابن جديس أخت الأسود، فافتضها عملوق. فقال الأسود بن غفار لرؤساء جديس: قد ترون ما نحن فيه من الذل والعار الذي ينبغي للكلاب أن تعافه، فأطيعوني أدعوكم إلى عز الدهر. فقالوا: وما ذاك؟ قال:
اصنع للملك وقومه دعوة، فإذا جاءوا يعني تصما نهضنا إليهم بأسيافنا فنقتلهم. فأجمعوا على ذلك ودفنوا سيوفهم في الرمل، ودعوا عملوقا وقومه، فلما حضروا قتلوهم فأفنوهم. وقتل الأسود عملوقا، وأفلت رباح بن مرة بن تصم، فأتى حسان ابن تبع مستغيثا، فنهض حسان في حمير لإغاثته حتى كان من اليمامة على 3 مراحل. فقال لهم رباح: إن لي أختا مزوجة في جديس اسمها اليمامة، ليس على وجه الأرض أبصر منها، وإنها لتبصر الراكب على 3 مراحل، وأخاف أن تنذر القوم. فأمر حسان كل رجل أن يقلع شجرة فيجعلها في يده ويسير كأنه خلفها، ففعلوا وبصرت بهم اليمامة. فقالت الجديس: لقد صارت إليكم حمير، وإني أرى رجلا من وراء شجرة بيده كتف يتعرقها أو نعل يخصفها. فاستبعدوا ذلك ولم يحفلوا به، وصبحهم حسان وجنوده من حمير فأبادهم، وخرب حصونهم وبلادهم. وهرب الأسود بن غفار إلى جبلي طي، فأقام بهم 1366. ودعا تبع باليمامة أخت رباح التي أبصرتهم فقلع عينها، ويقال أنه وجد بها عروقا سوداء، زعمت أن ذلك من اكتحالها بالإثمد. وكانت تلك البلد تسمى جو، فسميت باليمامة اسم تلك المرأة. قال أبو فرج الإصفهاني: وكانت طيء تسكن الجوف من أرض اليمن، وهي اليوم محلة مراد وهمدان، وسيدهم يومئذ سامة بن لؤي بن الغوث بن طيء، وكان الوادي مسبعة، وهم قليل عددهم، وكان يجتاز بهم بعير في زمن الخريف ويذهب ثم يجيء من قابل، ولا يعرفون مقره. وكانت الأزد قد خرجت أيام سيل العرم، واستوحشت طيء فضعنوا على إثرهم، وقالوا السامة: هذا البعير إنما يأتي من الريف والخصب، لأن في بعره النوى. فلما جاءهم زمن الخريف اتبعوه يسيرون لسيره حتى هبط عن الجبلين، وهجموا على النخل في الشعاب وعلى المواشي، إذا هم بالأسود بن غفار في بعض تلك الشعاب، فهالهم خلقه وتخوفوه، ونزلوا ناحية ونفضوا الطريق فلم يروا أحدا. فأمر سامة بنه الغوث بقتل الأسود، فجاء إليه فعجب من صغر خلقه، وقال: من أين أقبلتم؟ قال: من اليمن. وأخبره خبر البعير ثم رماه فقتله، وأقامت طيء بالجبلين بعده. وذكر الطبري عن غير بن إسحاق أن تبع الذي أوقع بجديس هو والد حسان هذا، وهو تبان أسعد أبو كرب بن ملك كرب، ويأتي ذكره في ملوك اليمن إن شاء الله تعالى. انتهى كلام الطبري. وقال غيره إن حسان بن تبع لما سار بحمير إلى تصم بعث على مقدمته إليهم عبد كلال بن مثوب بن حجر بن ذي رعين من أقيال حمير، فسلك بهم رباح بن مرة الرمل. وكانت الزرقاء أخت رباح ناكحا في تصم، وتسمى عنزة واليمامة، وكانت تبصر على البعد، فأنذرتهم فلم يقبلوا. وصبح عبد كلال جديسا إلى آخر القصة. وبقيت اليمامة بعد تصم يبابا لا يأكل ثمرها إلا عوافي الطير والسباع، حتى نزلها بنو حنيفة، وكانوا بعثوا رائدهم عبيد بن ثعلبة الحنفي يرتاد لهم في البلاد. فلما أكل من ذلك الثمر قال: إن هذا الطعام، وحجر بعصاه على موضع قصبة اليمامة، فسميت حجرا، واستوطنها بنو حنيفة، وبها صبحهم الإسلام كما يأتي في أخبارهم إن شاء الله تعالى. انتهى نبأ جديس وتصم. وأما العرب البائدة من بني يقطن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشدة، فهم حضورة وجرهم وحضر موت والسلف. فأما حضورة فكانت ديارهم بالرس، وكانوا أهل كفر وعبادة أوثان، وبعث إليهم نبي منهم اسمه شعيب بن ذي مهدم، فكذبوه وهلكوا كما هلك غيرهم من الأمم. وأما جرهم فكانت ديارهم باليمن، وكانوا يتكلمون بالعربية. وقال البيهقي إن يعرب بن قحطان لما غلب عادا على اليمن وملكه من أيديهم، ولى إخوته على الأقاليم، وولى جرهم بن قحطان على الحجاز،
وولى بلاد عاد الأولى وهي الشحر عاد بن قحطان فعرفت به، وولى عمان بن يقطن قحطان على عمان. انتهى كلام البيهقي. وقيل إنما نزلت جرهم الحجاز ثم بني قطور بن كركر بن عملاق لقحط أصاب اليمن، فلم يزالوا بمكة إلى أن كان شأن إسماعيل عليه السلام ونبوته، فآمنوا به وقاموا بأمره وورثوا ولاية البيت عنه، حتى غلبتهم عليه خزاعة وكنانة، فخرجت جرهم من مكة ورجعوا إلى ديارهم باليمن إلى أن هلكوا. وأما حضرموت فمعدودون في العرب العاربة لقرب أزمانهم، وليسوا من العرب البائدة لأنهم باقون في الأجيال المتأخرة، إلا أن يقال إن جمهورهم قد ذهب من بعد عصورهم الأولى، واندرجوا في كندة وصاروا من عدادهم، فهم بهذا الاعتبار قد هلكوا وبادوا، والله أعلم. وقال علي بن عبد العزيز الجرجاني: إنه كان فيهم ملوك كالتبابعة في علو الصيت ونهاية الذكر. قال: وذكر جماعة من العلماء أن أول من انبسط ملكه وارتفع ذكره عمرو الأشنب بن ربيعة بن يرام بن حضرموت، ثم خلفه ابنه نمر الأزجي فملك 100 سنة وقاتل العمالقة، ثم ملك كريب ذو كراب، ثم نمر الأزجي 133 سنة، وهلك إخوته في ملكه، ثم ملك مرسد ذو مروان بن كراب 140 سنة، وكان يسكن مأرب ثم تحول إلى حضرموت، ثم ملك علقمة ذو قيعان بن مرسد ذي مروان بن كراب بحضرموت 30، ثم ملك ذو عيل بن ذي قيعان 10 سنين، وسكن صنعاق، وغزا الصين فقتل ملكها وأخذ سيفه ذا النور، ثم ملك ذو غيل بن ذي عيل بحضرموت 10 سنين. ولما شخص سنان ذو ملك لغزو الصين تحول ذو غيل إلى صنعاق واشتدت وطأته، وكان ذو غيل بن ذي عيل أول من غزا الصين من ملوك اليمن، وأول من أدخل الحرير والديباج إلى اليمن. ثم ملك بدعات بن ذي عيل بحضرموت 4 سنين، ثم ملك بدعيل بن بدعات وبنى حصونا وخلف آثارا، ثم ملك بديع ذو عيل، ثم ملك ذي أحماد بن بدعيل بحضرموت فأنشأ حصنه المعقرب، وغزا فارس في عهد سابور ذي الأكتاف، وخرب وسبى، ودام ملكه 80 سنة، وكان أول من اتخذ الحجاب من ملوك حضرموت. ثم ملك يشرح ذو الملك بن ودب بن ذي أحماد بناد حضرموت 100 سنة، وكان أول من رتب الرواتب وأقام الحرس والروابط. ثم ملك منعم بن ذي الملك دثار بن جذيمة بن منعم، ثم يشرح بن جذيمة بن منعم، ثم نمر بن يشرح، ثم ساجن المسمى بن نمر، وفي أيامه تغلبت الحبشة على اليمن. هذه قبائل هذا الجيل من العرب العاربة، وما كانوا عليه من الكثرة والملك، إلى أن انقرضوا وأزال الله من أمرهم بالقحطانية، كما نحن ذاكروه، ولم نغفل منهم إلا من لم يصلنا ذكره من خبره، والله وارث الأرض ومن عليها. وأما جرهم فقال ابن سعيد: إنهما أمتان، أمة على عهد عاد، وأمة من ولد جرهم بن قحطان. ولما ملك يعرب بن قحطان اليمن ملك أخوه جرهم الحجاز، ثم ملك من بعده ابنه عبد ياليل، ثم بعده ابنه عبد المدان بن جرهم، ثم ابنه نفيلة بن عبد المدان، ثم ابنه عبد المسيح بن نفيلة، ثم ابنه مضاد بن العبد المسيح، ثم ابنه الحارث، ثم ملك من بعده جرهم بن عبد ياليل، ثم بعده ابنه عمرو بن الحارث، ثم أخوه بشير بن الحارث، ثم مضاد بن عمرو بن مضاد. قال: وهذه الأمة الثانية هم الذين بعث إليهم إسماعيل عليه السلام وتزوج فيهم. انتهى. وأما بنو سبأ بن يقطن سبأ بن قحطان فلم يبادوا، وكان لهم بعد تلك الأجيال البائدة أجيال باليمن، منهم حمير وكهلان وملوك التبابعة، وهم أهل الطبقة الثانية. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله، قيل هو فروة بن مسيك المرادي، عن سبأ: أرجل هو أم امرأة أم أرض؟ فقال: بل رجل،
أولد 10 فسكن اليمن منهم 6 والشام 4. فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعر وأنمار وحمير. وأما الشاميون فلخم وجذام وعاملة وغسان. وثبت أن أباهم قحطان كان يتكلم بالعربية ولقنها الأجيال قبله، فكانت لغة الطبقة الثانية من العرب وهم بنو قحطان، ويعرفون باليمنية والسبائية، وذكر أنسابهم وأيامهم وملوكهم والإلمام ببعض الدول التي كانت على عهدهم. الطبقة الثانية من العرب وهم العرب المستعربة، وإنما سمي أهل هذه الطبقة بهذا الاسم لأن السمات والشعائر العربية لما انتقلت إليهم ممن قبلهم اعتبرت فيها الصيرورة، بمعنى أنهم صاروا إلى حال لم يكن عليها أهل نسبهم، وهي اللغة العربية التي تكلموا بها. فهو من استفعل بمعنى الصيرورة من قولهم استونق الجمل واستحجر الطين. وأهل الطبقة الأولى لما كانوا أقدم العرب فيما يعلم جيلا كانت اللغة العربية لهم بالأصالة، وقيل لهم العرب العاربة. واعلم أن أهل هذا الجيل من العرب يعرفون باليمنية والسبائية. وقد تقدم أن نسابات بني إسرائيل يزعمون أن أباهم سبأ من ولد كوش ابن كنعان، ونسابات العرب يأبون ذلك ويدفعونه. والصحيح الذي عليه كافتهم أنهم من قحطان، وأن سبأ هو ابن يشج ابن يعرب ابن قحطان. وقال ابن إسحاق يعرب ابن يشج فقدم وأخر. وقال ابن ماكملة على ما نقله عنه السهيلي اسم قحطان مهزم نسب قحطان. وبين النسبات خلاف في نسب قحطان، فقيل هو قحطان ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام أخو فالغ ويقطن، ولم يقع له ذكر في التوراة، وإنما ذكر فالغ ويقطن. وقيل قحطان هو معرب يقطن لأنه اسم أعجمي، والعرب تتصرف بالأسماء الأعجمية بتبديل حروفها وتقديم بعضها على بعض. وقيل أن قحطان ابن يمن ابن قيدر، وقيل أن قحطان من ولد إسماعيل. وأصح ما قيل في هذا القول أنه قحطان ابن يمن ابن قيدر، ويقال الهميسع ابن يمن ابن قيدر، وإن يمن هذا سميت به اليمن. وقال ابن هشام إن يعرب بن قحطان كان يسمى يمنا وبه سميت اليمن. فعلى القول بأن قحطان من ولد إسماعيل تكون العرب كلهم من ولده، لأن عدنان وقحطان يستوعبان شعوب العرب كلها. وقد احتج لذلك من ذهب إليه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرماة من الأنصار ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، والأنصار من ولد سبأ وهو ابن قحطان. وقيل إنما قال ذلك لقوم من أسلم أخوة خزاعة من معد بن إلياس ابن مضر، وليسوا من سبأ ولا من قحطان كما هو الصحيح في نسبهم. واحتجوا لذلك أيضا بأن قحطان لم يقع له ذكر في التوراة كما تقدم، فدل على أنه ليس من ولد عابر، فترجح القول بأنه من إسماعيل. وهذا مردود بما تقدم أن قحطان معرب يقطن، وهو الصحيح. وليس بين الناس خلاف في أن قحطان أبو اليمن كلهم، ويقال إنه أول من تكلم بالعربية، ومعناه من أهل هذا الجيل الذين هم العرب المستعربة من اليمنية. وإلا فقد كان للعرب جيل آخر وهم العرب العاربة، ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة، ولا يمكن أن يتكلم بها من ذات نفسه. عصر التكوين القحطاني. وكان بنو قحطان هؤلاء معاصرين لإخوانهم من العرب العاربة، ومظاهرين لهم على أمورهم، ولم يزالوا مجتمعين في مجالات البادية، مبعدين عن رتبة الملك وترفهه الذي كان لأولئك، فأصبحوا بمنجاة من الهرم الذي يسوق إليه الطرف والنظارة، فتشعبت في أرض الفضاء فصائلهم، وتعدد في جو القفر أفخاذهم وعشائرهم، ونمى عددهم، وكثرت إخوانهم من العمالقة في آخر ذلك الجيل، وزاحموهم بمناكبهم، واستجدوا خلق الدولة بما استأنفوه من عزهم، فكانت الدولة لبني قحطان متصلة فيهم. دولة يمن يعرب بن قحطان. وكان يعرب بن قحطان من أعاظم ملوك العرب، يقال إنه أول من حياه قومه بتحية الملك. قال ابن سعيد وهو الذي ملك بلاد اليمن، وغلب عليها قوم عاد، وغلب العمالقة على الحجاز. وقال ابن حزم
وعد القحطان 10 من الولد، وأنه لم يعقب منهم أحد، ثم ذكر ابنين منهم دخلوا في حميرة. ثم ذكر الحارث بن قحطان وقال: فولد فيما يقال أهل الرس، وهم رهط حنظلة بن صفلان نبي الرس، والرس ما بين نجران إلى اليمن، ومن حضرموت إلى اليمامة. ثم ذكر يعرب بن قحطان وقال: فيهم الحميرية والعدد. انتهى. قال ابن سعيد: وملك بعد يعرب بن قحطان ابنه يشج، وقيل اسمه يمن، واستبد أعمامه بما في أيديهم من الممالك. عصور وملوك دولة سبأ الأقدم. وملك بعد يشج ابنه عبد شمس، وقيل عامر، وسمي سبأ لأنه قيل إنه أول من سن السبي. وبنى سبأ ابن يشج مدينة سبأ وسد مأرب. وقال صاحب التيجان: إنه غزا الأقطار، وبنى مدينة عين شمس بمصر، وولى عليها ابنه بابليون.